يا مساء الجمال. حلقات الملخص اللي فات انتهت وبنعرف ان واصل اتفق مع بخيت انهم يفجروا عربية حكيم وهو راجع من القاهرة، وكمان غزل في طريقها لعزبة الباشا ومعاها ابنها. لو لسه ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقيني سايبالك اللينك تحت الفيديو وفي اول كومنت. ما تنساش اللايك ويلا نبدأ. حكايتنا بدأت مع حكيم وبنعرف ان القنبلة انفجرت بعيد عن العربية، وبعدها نزل هو وبحر ابن عمه وضربوا نار على بخيت ورجالته، وده اللي خلاهم يهربوا. لكن حكيم مش هيعدي اللي حصل ده بالساهل، واتصل بالضابط عمر واتفق يعملوا حملة على الجبل وينضفوه من الإرهابيين، بس الأول يحضر سبوع نوح بن سليم اللي هيشيل اسم عيلة الباشا. وبيحضر السبوع ده غراب الذهبي أخو واصل ومعاه ابنه هشام، مش عشان يبارك بس، لا، لأن غراب هو اللي بيورد السلاح والمتفجرات لأخوه واصل اللي بدوره بيبيعها للإرهابيين. وفي نفس الوقت الضابط عمر كان بيحضر السبوع، وده بالاتفاق مع حكيم عشان واصل واخوه يطمنوا ان الشرطة ما تعرفش حاجة عن العملية اللي هتحصل في الجبل. وفي وسط ما البلد فرحانة بنوح الصغير، غراب قال لابنه هشام يطلع الجبل ويخلص العملية، وبالفعل هشام راح لبخيت عشان ينفذ، وهوب الشرطة كبست وقبضت على الجماعة الإرهابية، وهشام أخد عربيته وهرب. خلصت كده؟ لا طبعا، حكيم قطع الطريق عليه وقال له يسلم نفسه أحسن، فالتاني ضرب عليه نار لحد ما خزنة السلاح بتاعته فجيت، قام عمل فيها هركليز وشال حجر أتقل منه عشان يضرب حكيم بيه. وقتها المعلم اتعبل، وبدل ما يضرب حكيم أخد الحجر في دماغه وطب ساكت. وبعد ما الشرطة وصلت حكيم رجع السبوع وبلغ عمه نوح باللي حصل. وفي وسط الكلام جلالة عمة حكيم طلبت تشيل نوح الصغير ابن بنتها. وهنا عايزة اقولك ان الست دي عينيها تفلق الحجر، وكل عيلة الباشا بتخاف من عينيها، ده حتى حكيم محرج عليها تطلع القصر عشان ما تحسدش حد هناك. وسهم عينيها المرة دي صاب مين؟ ابن بنتها، والواد كان بيضحك وزي الفل. اول ما شالته قطع النفس، وفرحة العيلة بيه اتقلبت عزا. في نفس الوقت غزل وصلت، واول ما حكيم شافها قال لها انت ايه اللي جابك هنا؟ فردت انا معايا امانه وجايه اوصلها لك. ولما سالها امانه ايه قالت له ابنك، وراحت وقع من طولها. ساعتها حكيم طلب من الخاله عظيمه انها تاخد غزل على الوحده الصحيه عند دكتور خاطر ابن عمه، ووقف قدام العيله كلها والولد في ايده، والكل بيسأل ابن مين الواد ده. وقتها حكيم أمر الكل إنهم يطلعوا القصر. على الجانب التاني غراب راح يشوف هشام ابنه في المشرحة، وقالك إنه مش هيرتاح ولا يهداله بال غير لما ياخد بطاره من حكيم. وكده جت لواصل على الطبطاب، والحرب هتقوم بين عيلة الذهبي وعيلة الباشا. نرجع لحكيم وبنشوفه عند غزل ومستنيها تفوق، وأول ما فتحت عينيها قال لها الواد ده ابن مين؟ فالتانية حلفت له انه ابنه. وقتها صاحبنا قالك ان الدكاترة جوه وبره مصر اكدوا انه ملوش في الخلفة، وراح طابق في زمارة رقبتها. ساعتها خاطر اتدخل ولحقها على اخر لحظة، واخد حكيم وراح المكتب بتاعه، وقالك ان مفيش حاجة بعيد عن ربنا، وان في احتمال ان الولد ده يبقى ابنك، وعشان نقطع الشك باليقين تعمل تحليل DNA، وساعتها الحقيقة هتبان. وبالفعل تاني يوم حكيم اخد غزل والولد ومعاهم الخالة عظيمة وراحوا هنا لدكتور تبع خاطر. وهنا حصلت المعجزة لما الدكتور خرج وقالك ان التحاليل ايجابية والولد فعلا ابن حكيم. وعايزة اقولك على قد فرحة حكيم بابنه، على قد ما كانت الفرحة دي بداية الحرب لما العيلة سمعت الخبر. ليه؟ افهمك. اولا لوما مرات حكيم قالت لبرنسة ان كده غزل ام الولد وهتبقى هي ست القصر بدلها. وتاني حاجة بحر وسليم شايفين ان الولد ده هيبقى وريث حكيم، وهم كده هيطلعوا من المولد بلا حمص، خصوصا انهم ما يعرفوش مكان الخزنة، وكمان كل املاك عيلة الباشا باسم حكيم. والحاجة التالتة هي ان غراب ناوي يشرب حكيم من نفس الكاس ويقتل الولد وياخد بطار ابنه. واخر حاجة لما اسمها سمعت الزغاريد في البلد كلها، عرفت ان البلد فرحانة بابن الكبير ومحدش عامل اعتبار لابنها اللي مات، فقالت لك انها هترجع القصر وتعمل بنصيحة واصل ابوها وتشعلل النار بين سكانه. في الناحية التانية بنشوف غزل وهي طايرة من الفرحة بعد ما حكيم اشترى لابنها هدايا كتير. وقتها الخالة عظيمة قالت لك ان حكيم طيب، بس هي عباية الكبير اللي ملبساه طوب القسوة والشدة. وقتها حكيم دخل الأوضة وبرضه ما اداش صاحبتنا ريق حلو، وده لاننا بنعرف ان حكيم ما سابش غزل زي ما هي قالت لباباها، لا دي هي اللي سرقت 100,000 جنيه من الشقة اللي كانوا عايشين فيها وهربت. ولما صاحبنا سألها هي عملت كده ليه، قالت لك انهم كانوا متفقين يتجوزوا لمدة سنة ولو ما خلفتش يتطلقوا.
وما كانش فاضل في السنة دي غير كام يوم، فأخدت الفلوس وهربت عشان تأمن نفسها، وما كانتش تعرف إنها حامل. فالتاني قال لها أنا اتجوزت قبلك عرف كتير، وقبل ما أطلق أي واحدة بديها اللي يعيشها مستورة العمر كله. وكمل كلامه وقالك إنه هيسيبها تقعد في القصر عشان تربي ابنها وبس. على زاوية تانية عائلة الدهبي كانوا بيخططوا إزاي يقتلوا ابن حكيم، فعملوا إيه؟ خطفوا ابن عسل اللي بتشتغل في قصر الباشا، وكمان هي المسؤولة عن ابن حكيم، وهددوها يا إما تخطف الولد وتسلمه ليهم أو يخلصوا على ابنها. وقتها واصل قال لها بعد ما تخطفي الولد تطلعي بيه من الباب الوراني، وهتلاقي شبل ابني مستنيكي هناك، بعدها هنرجع لك ابنك، وكمان هنديكي 1,000,000 جنيه وبطاقة باسم تاني وعربية توصلك اسكندرية انت وابنك عشان تستخبي هناك. وبالفعل عسل اتسحبت بالليل واخدت الولد من حضن مامته وطلعت بيه بره. بس يا ترى هتسلمه لعيلة الدهبي ولا ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات الجاية. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والسبسكرايب. كل وسايلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي اول كومنت. باي.